مرحبا بكم في حلقة جديدة كلها حماس وفخر. اليوم غادي نمشيو لمدينة البوغاز طنجة، وتحديدا لواحد من أعظم الأوراش الرياضية في المغرب، ملعب بنو بطوطة الكبير اللي كيتحول يوم بعد يوم لتحفة هندسية قارية. من بعد ما استقرت الأجواء المناخية في المنطقة، عادت الأشغال كترجع بقوة وكتسابق الزمن. في هذه الحلقة غادي نديكم الجولة ميدانية وسط هذا الورش العملاق، وغادي نكتشفوا مع بعض تفاصيل دقيقة وتقنيات متطورة كتخدم في كل زاوية من زوايا هاد الصرح الكروي. فخليكم معنا حتى النهاية، حيث المفاجآت كثيرة والتفاصيل تستاهل تكتشفوها لحظة بلحظة. من بعد أيام من التقلبات المناخية وعودة الاستقرار الجوي بمدينة البوغاز، استأنف ورش ملعب بن بطوطة الكبير نشاطه بقوة، والأشغال داخلة في مرحلة حساسة ومفصلية. أول ما كيشد انتباه هو عملية استكمال رفع العوارض الفولاذية العملاقة اللي كتشكل الامتداد الجديد لسقف الملعب. إلى حدود اللحظة تم تركيب 4 العوارض الضخمة، والعارضة الخامسة راه في طريقها للتركيب، وهذه العملية كتطلب دقة عالية ومراقبة صارمة من المهندسين والتقنيين، حيث الوزن والتوازن كيعتمد على الحساب المليمتري، وكل عارضة كتقربنا خطوة من استكمال السقف الجديد للملعب. وفي نفس الوقت انطلقت عملية تركيب وحدات تكييف مركزية متطورة مخصصة لتبريد الملعب والمرافق الداخلية، بحال غرف تغيير الملابس، سكاي بوكس، القاعة التقنية، وحتى فضاءات في اي بي. هاد الوحدات كتضمن راحة كاملة للرياضيين وضيوف الملعب، واخا تكون الحرارة مرتفعة في الخارج، داخل الملعب الجو غادي يكون مثالي. ومن أجل الحفاظ على سلامة العمال تم تثبيت شباك خاصة على الحواف المرتفعة ديال الهيكل. هاد الشباك ماشي غير الحماية من السقوط، ولكن حتى باش التقط الأدوات أو المعدات اللي تقدر تطيح أثناء العمل، وبهذا كيتجنبوا أي إصابات أو حوادث للعمال الموجودين في المستوى الأرضي. السلامة في هاد الورش كتجي في المرتبة الأولى، وهذا الشيء كيأكد أن كل تفصيلة محسوبة ومراقبة. وبالنسبة للشكل الخارجي، عملية تغليف الملعب مازال مستمرة، حيث كيتواصل تركيب الألواح والزجاجات الخارجية، واللي غادي تعطي للملعب منظر بانورامي عصري كيليق بمكانته القارية. وما يمكنش نساو الأشغال الخارجية، حيث أن تزيين المحيط الملعب كيتقدم بخطوات ثابتة ما بين المساحات الخضراء، الأرصفة، الإنارة والزخارف الجمالية اللي غادي تخلي المنطقة كاملة كتلمع وتسطع في السماء طنجة. وهكذا كتشوفوا معنا الأوفياء ورش ملعب طنجة الكبير كيتحول قدام عيوننا لتحفة معمارية غادي تبهر القارة والعالم. من الهيكل الفولاذي، الأنظمة التكييف الحديثة، الحماية الدقيقة للعمال، حتى الجمالية الخارجية، كل شيء كيدل على أن المغرب ماشي غير كيبني ملعب، بل كيرسم معلمة عالمية. ترقبوا معنا التحديثات الجاية، حيث كل نهار كاين جديد وكل تفصيلة كتحكي قصة الإبداع والإتقان. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتخليو تعليقكم على فين وصلت الأشغال. واش كتشوفوا أن الملعب غادي يكون في الموعد قبل كأس إفريقيا؟ أنا أنوار من قناة أنوار ستاد، نتلاقاو في حلقة قادمة، ديما مع الجديد وديما معكم من قلب الميدان. تحياتي الرياضية.